عمرك سألت نفسك ازاي امريكا اللي من كام سنة بس الادارة بتاعتها كانت بتهاجم السعودية دلوقتي بيقدموا لها تنازلات وعايزين يرضوها بأي شكل؟ العالم أكبر مما يبدو، والحقيقة دائماً أعقد. تعال نشوف الصورة كاملة. احنا بنتكلم عن ان امريكا عايزة تعمل اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية. احنا بنتكلم عن ان امريكا عاوزة تعمل برنامج نووي سلمي على الاراضي السعودية. احنا بنتكلم عن ان امريكا بتعرض على السعودية احدث تكنولوجيا سلاح في العالم كله. امريكا بتعرض على السعودية صفقة عمرها ما عرضتها على اي دولة عربية في التاريخ كله. تفتكر بقى امريكا بتعمل كل ده مع السعودية ليه؟ حبا في السعودية مثلا، ولا امريكا شايفة ان في وحش تاني بيكبر وعايزة تكسب السعودية علشان تخلص على الدولة دي بمساعدة السعودية؟ ايوه، هنا بقى الكلام هيبدأ يتفهم ويبدأ يوضح. خليك بقى معايا وركز معايا لاخر الفيديو عشان هفهمك الموضوع كله. قبل ما نخش في الموضوع ونكمل، اتمنى من حضراتكم تدعموني بلايك بسيط للفيديو. علشان نفهم اللعبة لازم نعرف أمريكا بتعرض إيه بالظبط على السعودية. أمريكا بتعرض على السعودية اتفاقية دفاع مشترك. طب ده معناه إيه؟ ده معناه التزام رسمي من أمريكا اتجاه السعودية لو حصل أي هجوم على الأراضي السعودية لازم أمريكا تتحرك وتدافع عن السعودية. يعني دي اتفاقية شبه بالظبط الاتفاقية اللي أمريكا عاملاها مع كوريا الجنوبية واليابان. مش بس كده، أمريكا كمان مستعدة تساعد السعودية في بناء برنامج نووي سلمي لتوليد الطاقة. كمان أمريكا عرضت على السعودية أسلحة وتكنولوجيا متطورة جدا ما كانتش بتطلع غير لإسرائيل فقط علشان تضمن التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط. طيب هو ليه أمريكا مقدمة التنازلات دي كلها؟ ايه السر في الموضوع؟ امريكا عايزه ايه من السعوديه؟ هنا بقى نيجي في قلب الموضوع. هلخص لك الموضوع كله في كلمتين: الصين والتطبيع مع اسرائيل. أمريكا لقت إن السعودية والإمارات ودول الخليج بقوا بيلعبوا سياسة بشكل ذكي ومرعب وهيأثر على سيطرة أمريكا. الخليج ما بقاش اعتماده الكل دلوقتي على أمريكا زي زمان. الخليج بدأ يعمل صفقات قوية جدا وضخمة جدا مع الصين. دول الخليج بدأت تنضم لتحالف البريكس. دول الخليج بقت تشتري تكنولوجيا حديثة جدا من الصين. يعني من الآخر اللي أمريكا كانت منعاه ومحجماه عن دول الخليج، الصين بتقدمه للخليج على طبق من ذهب بكل سهولة. أمريكا بدأت تحس إن الصين واحدة واحدة عاوزة تسحب الخليج وسيطرة أمريكا على الشرق الأوسط. الصين عاوزة تبقى هي بديل أمريكا في الشرق الأوسط. الصين بتعمل تحالفات مع أقوى دول بتسيطر على الطاقة في العالم كله وهم الشرق الأوسط. وعلشان كده أمريكا ابتدت تعرض اتفاقيات وصفقات على السعودية. قالت لهم هديكم كل اللي تحلموا بيه كقوة عسكرية، هديكم برنامج نووي سلمي، بس كل ده مش ببلاش. أمريكا ليها مطالب وقايلة على المطالب بتاعتها. مطالب أمريكا: أولا تقفلوا الباب في وش القواعد العسكرية الصينية في الخليج، يعني ما يبقاش في قواعد صينية في الخليج نهائي. ثانيا تبعدوا بشكل نهائي عن تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية، ودي تكنولوجيا الصين هي اللي عاملاها وأمريكا بتعتبرها تكنولوجيا تجسسية. ثالثا بقى وده الأهم بالنسبة لأمريكا، تسعير البترول يفضل بالدولار وما يتغيرش، علشان البترو دولار هو اللي يفضل مسيطر على العالم كله والدولار ما يقعش ولا يتكسر. يعني من الآخر أمريكا بتحاول تشتري ولاء الخليج وعاوزة تطرد الصين من الخليج قبل ما يحطوا رجلهم هناك أصلاً. طيب نيجي بقى لعلاقة إسرائيل بالموضوع، وده
اخطر جزء في حلقتنا النهارده. امريكا شرطة على السعودية ورابطة كل التنازلات وكل الحاجات الحلوة دي اللي هتقدمها لها بحاجة واحدة بس: التطبيع السعودي الكامل مع اسرائيل. You know, we did the Abraham Accords. I hope you're going to be getting into the Abraham Accords finally. Yeah, so will you please go back and explain? It's time now. It's time now. أمريكا شايفة إن دمج إسرائيل في المنطقة عن طريق بوابة السعودية اللي هي تعتبر زعيمة العالم الإسلامي ده هيبقى أكبر ضربة لإيران ولأي جماعات تبع إيران. أمريكا عاوزة تعمل تحالف عسكري واقتصادي واحد بيضم إسرائيل مع العرب كلهم ضد إيران. من الآخر أمريكا عاوزة تهدي الدنيا في الشرق الأوسط وتبقى عارفة إن في تحالف كبير واقف ضد إيران علشان تبدأ تفوق لروسيا والصين. طيب ده بقى اللي أمريكا عايزاه. يا ترى السعودية كان إيه ردها؟ أو السعودية عاوزة إيه بالظبط؟ السعودية بقى كان كلامها واضح وصريح: مفيش تطبيع، مفيش اتفاقيات، مفيش أي خطوة تتاخد غير لما نشوف دولة فلسطينية مستقرة. وهنا بقى أمريكا بتضغط على إسرائيل بكل الطرق الممكنة علشان تقبل إن يبقى فيه دولة فلسطينية وتعترف بالدولة الفلسطينية. وكل ده عشان صفقة القرن تتم ويتم التطبيع ما بين إسرائيل والسعودية والعرب كلهم يبقوا في مواجهة إيران. اللي بيحصل ده مش مجرد معاهدة سلام ولا صفقة سلاح. اللي بيحصل دلوقتي وبنشوفه مع بعض ده إعادة رسم الخريطة العالم كله. أمريكا بتدفع أغلى ما عندها للسعودية وللخليج وللعرب عشان تحافظ على مكانتها وسيطرتها من التهديد الصيني. في النهاية كلنا نتمنى إقامة دولة فلسطينية ونتمنى كل الخير للسعودية ودول الخليج. أتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت وفهمت الصورة بشكل أوضح. لو وصلت معايا لحد هنا أتمنى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واشوفك الحلقة الجاية. سلام.